مساء الخير يا كابتن بيبو. مساء الخير لمجلس إدارة النادي الأهلي بالأكمل. مساء الخير لكل جمهور النادي الأهلي. يمكن باين من العنوان بتاع الفيديو إن في كارثة، واحنا في كارثة يعني. يمكن مرينا بيها أكتر من مرة مع النادي الأهلي، بس كل كام سيزون كده لازم في سيزون تقع فيه بتحاول تقف تاني على رجلك. والاهلي ليه 100,000 وقعة وليه 100,000 قومة في سنين كتير فاتت، في اوقات كتير اصعب من اللي احنا فيها دي. وفي كنا بنتراجع بالمستوى ونرجع تاني اقوى من الاول بكتير يعني. الحقيقة ان النهاردة انا جاي اكلم كابتن محمود الخطيب كمشجع من مشجعين النادي الاهلي. طبعا حضرتك شفت، كلنا شفنا يعني بعد ماتش الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين الماضي، ناس كتير من صناع المحتوى الكروي والغير كروي كنا زيطة وملطشة للناس كلها. يعني اللي عنده كلمة قال كمشجع للنادي الاهلي، واللي عايز يزيد عشان يطلع ترند او عشان الريتش او عشان الكلام ده، فاستغل الموضوع. بقينا زي ما بقولك ملطشة للناس كلها. فالنهاردة اللي جاي بيكلمك دوت هو واحد من جمهور النادي الاهلي، واحد من عشاق النادي الاهلي، واحد كانت امنية حياته يلعب في النادي الاهلي، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما اكرمش بكده يعني. فانا لا انا من صناع المحتوى، ولا انا طالع اخد لقطة، ولا انا طالع اخد ريتش، بس طالع افضفض يعني، اتكلم من حقي يعني. طيب طبعا في سؤال هيجي دلوقتي يتقال، انت لما انت مش صانع محتوى امال ايه المايك ده؟ بره عنك، مالكش دعوه. طيب مالكش دعوه. انا كنت بحاول في وقت من الاوقات، واللي عارفني عارف كده، ان انا اكون واحد من صناع المحتوى المصريين، ولكن مش هقول فشلت، بس ربنا ما وفقنيش. فحاليا عملت شيفت كارير وبحاول ان انا ابقى كونتنت كريتور. تمام. كابتن محمود، بالنسبه للوقعات اللي كنت بتكلم عليها من قبل، كنا بنقع ونقوم، وكل مثلا 10 سنين، كل 7 سنين، كل 5 سنين بنقع سنة ونرجع نلم نفسينا ونقف تاني على رجلينا والكلام ده كله. ايه اللي معصبنا وايه اللي مخلينا كده لما احنا عارفين بقى؟ انا عارف ان النادي بتاعي كل 4-5 سنين بيقع وقع، بيقوم يقف تاني على رجله اشد واقوى من الاول، يقوم يحارب بيها 5-6-7 سنين تاني. الوقفة دي بيقومها، او الوقعة اللي بيقعها بيقوم منها يحارب 6-7 سنين تاني، ماشي كده في خط مستقيم، استمرارية مفيش بعد كده. طيب احنا بنتكلم ليه؟ محروق دمنا ليه؟ بنهاجم ليه؟ عشان المرة دي احنا بنقع ومفيش تحرك. احنا بنقع ومفيش تحرك يا كابتن محمود. احنا وقعنا من اول الموسم، وكان ممكن نتدارك الموضوع ونلم الدنيا لما روحنا جبنا ريبيرو. كان بيقعد يعمل كده، ده ما كانش عايش. ومع ذلك الجمهور ما قصرش وساند، وقف في ظهر الناس، وقف في ظهر مجلس الاداره، لحد ما ظهر ان فريق بيراميدز الاسيوطي سابقا يكسبني 2-0 في بدايه الدوري في الدور الاول. تداركنا الموضوع بسرعه، وروح يا ريبيرو، ومشينا ريبيرو، وبندفع فلوسه، الله اعلم مين اللي جابه. بندفع فلوسه حتى الان. ماشي. مشينا ريبيرو بناء على رغبة الجمهور. وطبعا كابتن محمود الخطيب خلاص بقى، احنا عارفين بقى كل كام سنة بنقع بنجيب حد تقيل نقف على رجلينا. فجبنا الجميل اللذيذ
الهادئ، اقول ايه بس، كابتن يس اوف كورس اللي احنا جايبينه ده. هدوء ما بعده هدوء. يعني انا خايف اتعصب وانا بتكلم دلوقتي. هو راجل بالنسبه له دي سبوبه اكل عيش، مصلحه، رايح نحتايه، نازل مصر يعمل نحتايه وراجع. ف احنا في كارثه. مفيش تحرك. انا والله يعني انا واحد من الناس ما استغلتش في خالص خالص خالص، مع ان انا ده مش شغلي، مش كونتنت، مش صانع محتوى، مش كونتنت بتاعي، مش اي حاجه. انا راجل عادي جدا، عادي، ماليش علاقه بالقصه دي كلها ولا السوشيال ميديا ولا الحاجات دي. حاولت بس خلاص، ما مش مجالي، مش بتاعتي. مرضتش استغل فكره ان الاهلي خسر من بيراميدز يوم الاثنين. بس خلاص، هتتكلم في ايه؟ دخلت زي اي حد، نمت، صاحي تاني يوم انا عارف ان خلاص بقى مجلس الاداره بتاعي الموقر هيتحرك يعمل ايه؟ يعمل اي حاجه، يطفي ناري. انا الموضوع واصل معايا لحد فين بقى؟ لان انا عايزك تعمل اي حاجه تطفي بيها ناري. طيب، استنيت امبارح باكمله من صباحيه ربنا لحد بالليل، مفيش اي حاجه. النهارده الاربع 29 4 29 ابريل حاليا، وانا بصور الساعه 5:05. بس ايه، نبقى على نور. معرفش تطلع عندكم مظبوطه ولا الكاميرا هتبقى متشقلبه. يعني عامه الساعه 5:05، وحتى الان مفيش بيان اصدر من النادي الاهلي يطفي نار الجمهور. طب النهارده الاربع، انا فاضل عندي خميس ورايح العب الزمالك جمعه. طب انت مستوعب انا في ايه؟ انت مستوعب انا طالع من ايه رايح لايه؟ وما تقوليش اصل مش هينفع قبل لقاء قمه زي ده اتخذ قرارات مهمه بالنسبه لشأن الكوره في النادي الاهلي. لا، خد قرارات، خد قرارات، خد قرارات واعمل اللي المفروض يتعمل. تمشي مدرب، مشي. ما اصل احنا صرفنا كل الفلوس بتاعتنا على الارض. احنا صرفنا كل الفلوس والمكافآت بتاعت دوري الابطال بقى وبتاعت كاس العالم للانديه وي 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 والملايين دي كلها رميناها على الارض. فخلاص مش هتيجي على دول كمان. وما شاء الله عندنا لعيبه بنرمي ملايين على الارض، يعني تحت الارض. بجملة دول كمان. ده بالنسبة لمجلس الإدارة، قمة في الخذلان. أنا يمكن بنفخ كتير وأنا بتكلم، بتنهد والكلام ده، بس ده علشان أنا مخنوق. أنا لأول مرة في حياتي ألاقي النادي الأهلي، النادي اللي أنا متربي على حبه من وأنا عيل صغير، مفيش واحد في النادي من أوله لآخره، واحد يوحد ربنا بيتخذ قرار. طب لما ده حالكم انتوا كناس اصحاب قرار جوه النادي، انا حالي بعمل ازاي؟ انا حالي كمشجع وعاشق للنادي عامل ازاي؟ لا بستفاد ماديا من ورا النادي، ولا بستفاد معنويا من ورا النادي، ولا بستفاد باي استفاده غير ان انا بحب النادي ده. تخيل انتوا بتستفادوا ماديا ومعنويا وي 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 وي, وي. ومحدش فيكم بياخد قرار صح للنادي. ايه يعني؟ انا مش عارف اتكلم، مش عارف اقول حاجه. بس ده اللي قادر اقوله لمجلس الاداره. انا استنيت امبارح، والله كانت في فكره الفيديو معايا من ان انا بعد الماتش على طول، بس قلت يا استنى، ما هو بكره يعني الاثنين خلص بالليل الماتش، التلات في قرار. طيب خلص التلات،
الاربع في قرار بقى الساعة 5 الاربع بيخلص، تقول لي بعد ماتش القمة. طب ما هو الراجل يعني مشكورا صاحبي واخويا وحبيبي اللي ما يعرفش ان انا عايش اصلا، اسلام مهدي، قالك ما نروحش بقى ماتش القمة بتاع الزمالك ده، ما نروحش بقى، نحترم نفسنا ما نروحش يعني. اقول لك على حاجة، تعال نقول لهم ان احنا نلعب بالناشئين. هقول لك فكرة جديدة بقى، جديدة طلعنا من الازمة دي. تعال نقول لهم ان احنا هنلعب بالناشئين، وهنبعت الشباب بتوعنا في الاتوبيس ويعطل بيهم على احد كباري مصر، وبعد كده دخل العيال دي تعمل حمام في البنزينة، ولما يتصل بيك قول لهم العيال بيعملوا حمام في البنزينة، وبعد كده اتصل بيهم في التلفزيون قول لهم اصل الاتوبيس رجع على مقر النادي، احنا مش هنلعب الماتش. فكرة جديدة، وبص محدش عملها قبل كده، والدنيا هتمشي وهتبقى جميلة وبتاع ومش عارف ايه، ومش بايدينا بقى، مش بايدينا. الاتوبيس عطل يا جماعة، هنعمل ايه؟ فكرة جديدة لانج يعني محدش عملها قبل كده. كابتن محمود، عندك واحد كابتن سيد عبد الحفيظ، مشكورا له كل الاحترام والتقدير لشخصيته، لغيرته على النادي الاهلي، لحرقته على النادي الاهلي، وده اقسم بالله كلام بجد مش هزار يعني. اديله مساحة للقرار، ما تديله مساحة للقرار وتسيبه يبدع، ما اصل ما يعني انت سايب القرارات بتاعت مجلس يعني مش عارف انت سايب الدكة لمين لما هو يقعد فوق الدكة لمين؟ كل الشخصيات اللي جت في الحتة دي ضعيفة. انا مش عارف، بس دي رسالتي وده كلامي ل بالنسبة للجزئية اللي تخص مجلس الإدارة الموقر اللي ليه كل الاحترام. كفاية يعني، اتبسطنا مع بعض وخدنا بطولات وملفات اتقفلت وسكتنا، وقعنا وقمنا فخلاص المرة دي بنقع مش عارفين، مش قادرين نقوم، يبقى شكرا ميرسي، شكرا كان الله في العون يعني، كل واحد بقى يتجه لحاجات تانية. بس يعني شكرا لحضرتك، الفترة الجميلة اللي احنا قضيناها سوا، لكن كنا منتظرين حاجة اقوى من كده، كنا منتظرين رد اقوى من كده، كنا منتظرين قرارات اشد من كده. هو ما فيش قرارات طلعت اصلا عشان يبقى في اشد من كده، ما هو ده اللي مضايق الواحد. طبعا انت ممكن تشوفني ان انا بتصنع الشخصيه دي، لكن انا محروق عن النادي الاهلي، انا بحب النادي، انت مش شفتنيش قبل كده، فلما تشوفني النهارده يبقى في حاجه غلط. لما وملفات اللعيبه يا كابتن، ملفات اللعيبه، طب نفترض ان الموضوع والازمه خلصت وهيستمر كابتن محمود الخطيب، هنعمل ايه في ملف اللعيبه، ملف اللاعبين؟ عندي 2 حراس مرمى، المفروض ان هم يكونوا الاتنين رقم 1، ما فيهمش رقم 1 ورقم 2 في مصر، الاتنين رقم 1. الكبير معرفش ماله، دنيته بايظه، في حاجه كبيره معرفش، والتاني لعب الماتش. ايه الاستهتار ده، وايه التخاذل، وايه عدم الروح، وعدم النخوة، وعدم حاجات كتير قوي،
حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي. عندي باك يمين من سنة 2000 اسمه محمد هاني، من سنة 2000. عارف محمد هاني ده حضرتك عامل ازاي؟ حضرتك طبعا ما تعرفش الكلام ده، ما تروحش تصور اعلانات ولا الكلام ده حضرتك. شركة العقارات والحاجات دي مالكش دعوة بيها حضرتك. انا بتكلم على محمد هاني ده عامل زي المجاميع، مع احترامنا طبعا لاخواتنا اللي بينزلوا كمجاميع في التصوير. احدهم محمد هاني، احدهم. هم جميع اللي بيبقوا معديين في شارع مثلا في تصوير بتاع الكلام ده كله، ستوب اكشن، الناس دي بتستوب وبتاكشن عادي بتتحرك. ده محمد هاني. بس ايه؟ احسن باك يمين في مصر، بس بيلعب بايده مكسوره الراجل برضو، دي تحسب له، بايده مكسوره. بعد الماتش خارج بايديه الاتنين عادي، ما فيهمش جبس. هو داخل ممر، هو ده لبس ما فيهمش جبس عادي. فهل انت بتاكلنا اونطه يعني، ولا عشان تبقى بتمسك علينا واحده، ولا ايه؟ ما انا مش عارف، ما هو انا مش عارف. طبعا ياسر ابراهيم، كابتن ياسر، كابتن ياسر، كابتن ياسر اللي تسبب في الجول الاول وتسبب في الجول التاني. فقال لك لا ما بديهاش بقى، ده انا الخبطه دي سمعت في عصب بز الرجل، فمش هقدر اكمل الخبطه دي. يا نهار ابيض، انا مت. نعرج شويه قدام الناس عشان الناس ما تحدفش علينا الازاز وما تشتمنيش ويقولوا ياسر ايه راجل. كابتن ياسر راجل. لا، كابتن ياسر راجل. كابتن ياسر راجل، خرج مصاب. ياسر راجل. بيلعب جنبه كابتن ياسين، سوري، كابتن ياسين التهامي، كابتن ياسين مرعي. والله ياسين التهامي ده احسن واقيم واجمل ومبدع يا اخي. كابتن ياسين مرعي طول الماتش مستر مايلي يعدي من جنبه. ايه يا كابتن ياسين، ايه الجاريه دي؟ عارف محمد رمضان في الفيلم بتاع واحد صعيدي لما كان بيعدي من ورا المذيع بيجري كده، ما كان بيأمن الراجل اللي هو الدكتور اللي كان بيتكلم؟ هو انت كده، دي جاريه، دي مش جاريه لعيب كوره، مش جاريه لعيب كوره. طب وبعدين يعني انا مشيت رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم عشان اجيب ياسين مرعي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. طب هنحل ازاي بقى؟ ما هو انا عايز حد يعني، مش عارف اقول ايه. انا مش عارف، انا عاجز عن الكلام. وعلى الناحيه التانية شمال بتلعب بكوكا الى حد ما، كان راجل. بص، هما ارجل اتنين لعبوا في الماتش ده. عندي كوكا وعندي محمد طاهر. على الاقل كان بيحفرك شويه في الشوط الاول، اول كام دقيقه ملعوب له عرضيه شاط، مش عارف ايه الكلام ده، شاط على الجون. فانا بالنسبه لي كوكا شوط اول جميل، طاهر لحد ما طلع كان كويس. طيب كابتن مروان عطية، انا مش هتكلم على اليو ديانج بقى خلاص، يعني اليو ديانج مش معانا، اليو ديانج سافر، مشي بوي. اليو ديانج خلاص مشي بوي، راح فالنسيا. فانا مش هتكلم على اليو ديانج خلاص، مش هشغل دماغي بيه، فاهم؟ كابتن مروان عطية طبعا انا عارف ان المسؤوليات بتزيد ومشاريع بتكتر وانت بقيت بيزنس مان قد الدنيا ما شاء الله، اللهم بارك يعني. فمش فاضلنا يعني، فما ربنا يعينك يا كابتن مروان، ربنا يعينك. بس ما ترجعش تندم على الفرص دي يعني. البني ادم ساعات بتقع في حياته فرص لو ما استغلهاش بيندم عليها طيلة عمره. فانت
فانت لو ما استغلتهاش هتندم عليها زي ما قلت لك بقيت حياتك كلها. مش هقدر اتكلم على خط النص اكتر من كده. ولعب ناحية اليمين طاهر زي ما قلنا، وكان مؤدي كويس في ماتش بيراميدز. كان لحد ما ارجل واحد لعب هو وكوكا لحد ما برضه. والله الواحد كان يعني الواحد محروق دمه برضه، متضايق يعني متضايق. انا متضايق ليه؟ لان انا غيران عن النادي بتاعي. متضايق ليه؟ لان انا زعلان ان النادي بتاعي عمل كده. انا راجل يعني بحب النادي ده من وانا عندي كام سنه، 5 سنين مثلا. بتتكلم في عمر بتحب النادي. وياما رحت هنا وياما رحت هنا وورا هنا وورا هنا، فانت بتحب النادي من غير ما يقدم لي اي حاجه. فتخيل اللي بيقدم له ما بيحبوش كده. ما هي دي حاجه تحزن برضه. ما بيغيرش على ده، ما بيغيرش على ده. انا لابسه مش تقيل عليا. في لعيبه من تقل التيشيرت عليها بتقعد تعمل كده طول الماتش، تشد كده وبتاع. تقيل التيشيرت، تقيل عليه ومش قده، ومع ذلك بيستفاد برضه من ورا النادي. طيب هنيجي تاني لباقي اللاعبين الكرام. كان عندي مين تاني بيلعب؟ محمد شريف. عارف وانت عارف وهو الناس كلها عارفة ان انت جاي مبطل يا ريس. وانا مش بعتب عليك ومش هعتب عليك بصراحة. مش هعتب عليك، انت راجل الناس كلها والدنيا كلها عارفة ان انت جاي مبطل. كانت غلطة مجلس ادارة وتخطيط ولجنة تعاقدات والهيصة اللي احنا فيها دي كلها، ان راحوا تعاقدوا مع محمد شريف. فعلشان نلم الدنيا، والناس بتقول ان محمد مبطل وكده، جبنا كاموش بقى. جبنا كاموش. بس مش هقول حاجة تانية على كاموش خالص. احنا جبنا كاموش بس. راجل لعب 10 دقايق موتنا كلنا وعاش لوحده بقى. بس خلاص خلصت. كاموش. جبنا كاموش بس. ما عملتش حاجه تانية اقولها يعني. مش شفتلوش عشان اقدر اقول انه عمل كذا مثلا في ماتش كذا او عمل كذا في ماتش كذا. احنا جبنا كاموش. مشيت وسام ابو علي علشان افكوا باتنين لعيبه. محتاجين 4 لعيبه. وضيعت الفلوس على الارض بدل ما كنت اديها لوسام ويفضل معايا النسبه الزياده اللي هو كان عاوزها. حتى لو انا كنت شايفها كبيره كان ممكن اتفاوض وبتاع ونوصل لحل جميل وبتاع. وسام لا انا عايز 10 جنيه معلش، خد 8، خد 7، خد 6. طب ماشي والله مش عارف ايه. هي اسمها لجنة تفاوض برضه، اسمها مفاوضات. هو بيقول لك انا عايز 10 جنيه، لا انت بتقول له والله الدنيا دلوقتي لا تسمح بان انا ادفع ال10 جنيه. طب ايه رايك تكمل معايا مثلا كذا وانا ادفع كذا 6 7. لا يقول لك 7. لا طب اخليهم 7.5 ماشي مش عارف ايه. خلاص الموضوع خلص. اسمها تفاوض، مفاوضات. انما هو جه قال لك انا عايز 10، لا انا مش هدفع 10. يلا هات لي عقد وتوكل على الله امشي. ايه يا عم في ايه؟ عندي كابتن عبد كابتن بن شرقي. اسمه بن شرقي. فماتش بيراميدز مش هقدر الوم عليه. الراجل نزل عمل اسيست جول حسب اوفسايد، بعيدا عن هل هو اوفسايد او غير اوفسايد معرفش. مش عايز اعرف بجد. بس هي فكرة ان انت يعني عملت اسيست جول. طب الجول طلع اوفسايد خلاص. مت بقى انا مش موجود. انا ابو جوره
قال لك انا اباجوره. طب ايه تريزيجيه؟ انا عارف ان انت الوحيد اللي عندك روح، بس انت كابتن الفريق. انا بتكلم بجد، انت كابتن الفريق، وكابتن الفريق انا عارف ايه كابتن الفريق، ولعبت مع كباتن الف، يعني المفروض انك شارب ده. الوحيد اللي بتلعب بروح معاك عشان متربي جوه النادي. فين؟ انا جبت جول، اوفسايد، فاول، ايا كان، طب خلاص اتحسبش، عايز اجيب تاني وتالت ورابع. طب ما هو لو كان اتحسب ما انت كنت هتلعب وتغل عشان خاطر تجيب 2 و3 عشان الناس اللي فوق دي ما تطلعش عينك. طب ما هو ما اتحسبش، اريح، اركن. انا 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 موضوع صعب، موضوع صعب جدا، وانا مش شايف في فريق النادي الاهلي بالاكمل حد بينزل بيلعب كورة صح غير اتنين. هما اتنين عندهم غيرة، وعندهم كورة، وعندهم غل كروي، وعندهم حب للنادي. هما اتنين، واحد فيهم متربي في النادي الاهلي، وواحد فيهم حفي عشان يجي النادي الاهلي، وتعب وضحى عشان يجي النادي الاهلي. الاتنين بيلعبوا كورة بروح، بأداء، بشخصية النادي الاهلي، بعزيمة النادي الاهلي، بغل. اتنين ما اقدرش استغنى عنهم في النادي، تريزيجيه وحسين الشحات. وفي بعض الناس هتقول لي انت حسين عشان حسين من السلام وانت من السلام والمنطقه مش المنطقه. لا، اتفرج على ماتشات حسين، اتفرج على ماتشات حسين، اتفرج على البرايم بتاع حسين الشحات، او الفيرجن بتاع حسين الشحات لما كان مع كولر، مع مدرب. اتفرج على بلاش مع كولر برضو ممكن اقول انه ريح حسين شويه. طيب اتفرج عليه مع موسيماني، بس مش هقول لك على حاجه اكتر من كده. اتفرج عليه مع موسيماني يعني، وشوف حسين كان عامل ازاي مع موسيماني. حسين اللي في ماتش الوداد راح جاب الراجل كده، وراح جاب الراجل كده، وعمل كده، وحط جول كده اتفرج عليه قبل ما تقولي انت بتطبل لحسين. طيب بالنسبه لماتش بيراميدز تاني، زي ما احنا في طريقنا كده بنتكلم عليه يعني. عندي مروان عثمان نزل، ما مش قادر احكم عليه، ومش قادر اقيم اللعيب ده حتى الان. مش عارف يعني، انا مش عارف هل هو كويس او وحش، مش عارف، مش قادر ان انا، مش قادر اقول حلو، ومش قادر اقول وحش، مش قادر اقيمه اصلا يعني. لسه يعني محتاج اشوفه اكتر عشان اقدر اقول ان كمشجع اهلاوي هل الراجل ده ينفع النادي بتاعي ولا لا. تمام. ده بالنسبه ل اوتاكا. بالنسبه لمحمد علي بن رمضان، انا عارف المشكله، ان انا عارف مجلس الاداره عارف والجمهور عارف ان الراجل ده عنده اكتر من كده بكتير. طب ايه المشكله؟ مش عارف ايه الازمه اللي حصلت. ما هل هي الاصابه؟ ما برضو الاصابه دي يعني، وانا مش عارف، بس انا عارف ان الراجل ده مش ده 100% بتاعه. هو مهبط زي ما كل الناس اللي في النادي مهبطه يعني. هو مهبط، هو دلوقتي مش متخاذل، هو ما او مش هو مش مجهد، سوري يعني. بس هو ده مبلط وده مبلط وده مبلط. طب ما يعني انا اللي هحرق لوحدي، وانا راجل جاي محترف اصلا من بره، لا اتربيت في النادي ولا بتاع، دي برضو شغلانه جاي اخلصها في مصر وهتوكل على الله ارجع بلدي. انا مش عارف. اتكلمنا على بن شرقي وعلى بن رمضان
وعندي تعقيبات. مش تعقيبات يعني، انا اقول رايي براحتي، محدش يقدر يتحكم في رايي. كابتن محمود، احنا عندنا لعيب يعتبر كان من اهم لعيبه نص الملعب المهاجمين. احنا ادينا له رقم 22، كبرنا منه، عملنا له كيان كبير بعد ما راح للنادي بتاعه وقالوا له لا اتكل على الله. جبناه، مش هقول لك لا. الصفقه دي انا كنت معاها ان هي تيجي، بالرغم من اي حاجه تانية كنت معاها، وكنت مبسوط بمجيه، وكنت عارف قد ايه هو هيبقى مؤثر معايا. بس فكرة ان اللاعب ده امام عاشور، يعني فكرة ان هو ما يسافرش مع النادي بحجة ان انا تعبان وتمر مرور الكرام. هتقولي ما مرتش مرور الكرام، ده انا خصمت منه مش عارف مبلغ قد ايه، وقعدته 6 ماتشات على الدكة. خصمت منه وقعدته على الدكة. انت ما قعدتش على الدكة، انت وقفته 6 ماتشات. معلش يعني الدنيا دخلت في بعضيها. لان انا هقول لك مثال دلوقتي انت عملته، او يعني مجلس الاداره عمله مع حد. قعدوا 10 ماتشات في ظل وجود مدرب محترم. قعدوا 10 ماتشات على الدكة بتخش السكور في ال18 لعيب وما بتلعبش. مفيش حسرة اكتر من كده. وبعد ال10 ماتشات بعته، وكان بيلعب كرة خماسي. اتقفش وهو بيلعب كورة خماسي. مش هقول لك بقى ما سافرش مع النادي، ما عملش مع النادي، احتج، اعترض، شتم، ضرب، سب، ما عملش الكلام ده كله. قفشتوش سهران، يعني ما قفشتوش مثلا بيشرب مخدرات فخلاص انت كده قررت. قفشته بيلعب كورة برضه بس خماسي بره النادي. قعدته 10 ماتشات وغرمته فلوس، وبعد ما ال10 ماتشات خلصوا وهو قاعد على الدكة بعته. الناس اللي حواليه خافت. ليه؟ لانه قرار صارم. عبد الله السعيد لما راح مضى للزمالك وخد ال40 مليون جنيه، مش فاكر سنة من كام سنة يعني، اما ما راحش بقى الزمالك وجالك وانت جددت له، رجعت بعته. خلاص، ما اصل اللي ما يشترينيش ما اشتريهوش، اللي يبيعني بالسلامه. انا النادي الاهلي، انا اللي عملت الناس دي كلها، انا اللي خليت الناس دي بتفتح مشاريع دلوقتي، انا اللي خليت الناس دي بتاخد شقق في مش عارف فين وفين وفين وفين، وتأجرها لبنوك وتأجرها لمش عارف ايه وبتاع. انا النادي الاهلي، انا اللي عملت الناس دي. ارجع للناس القديمه والناس الكبيره، شوف الناس الكبيره بتتكلم بتقول ايه، شوف الناس الكبيرة عارفة قيمة النادي الاهلي قد ايه، عارف ان هو لو غلط هيتعاقب. يا راجل ده حسام غالي في ماتش حرس الحدود، افتكر قلع الشارة لما اتطرد، قلع الشارة وهو خارج قام شاطها. ارجع بقى للعقوبة بتاعته كانت ايه. انا مش هتكلم، انا هسيبك انت كمشاهد وكمجلس اداره، كجمهور، كمحللين، كاي حاجه في الدنيا. ارجع شوف لما شاط الشاره بتاعت كابتن وهو خارج بعد ما اتطرد اعتراضا على قرار الطرد، انت عملت فيه ايه؟ عشان ده النادي الاهلي، عشان دي شارة كابتن النادي الاهلي. انت عملت معاه ايه؟ كان في اداره، كان في حزم، كان في شخصيات مهمه تقدر تاخد قرار صارم، تقدر تجيب حق ناس قاعده في بيوتها بتشجع بكل ما اوتت من قوه، ناس قاعده في المدرجات بتاخد من قوت يومها
عشان يجدد فان اي دي وعشان يحجز تيكت وعشان يروح يتفرج على لعيب. هو اصلا اللعيب دوت مش فارق مع الراجل اللي جاي ده. زمان كان فارق، زمان كان فارق من كام سنه كده لما وقعنا وقعه وخدنا 5-0 من سان داونز. اللعيبه جت اعتذرت بعديها 5 سنين، 5 سنين يا راجل، والله 4 سنين بتنايم افريقيا من المغرب. 4-5 سنين محدش قادر يقف قدامك. احنا فين من الكلام ده؟ كان في شخصيات مهمة جوه النادي بتعرف تاخد قرار، كان في مدير كورة وكان في مجلس إدارة رجالة، مجلس إدارة قوي شديد. انما انا النهاردة عندي امام عاشور ما سافرش معايا علشان خاطر احتج بحجة ان هو تعبان. طب هو انا معلش، هو انا لو تعبان ومش رايح الشغل هكلم دكتور الشغل ولا هكلم مديري؟ طب ولو كلمت مديري هل مديري هيقول لي ايه ده يا احمد انت تعبان بجد؟ طب السلام عليك خليك بقى. ولا هيقول لي بعت لي السيك بتاعتك، السيك نوت اللي الدكتور اداها لك، ولا السيك ليف اللي الدكتور اداها لك، ولا الكلام ده كله. الدكتور بتاع او مديري هينكش ورايا. ما هو انا هاخد اجازه مدفوعه وهقبض فلوس وبتاع ومش عارف ايه. فانت قلت لي لا ده الراجل ما جاش، انا هخصم منه مش عارف 1,000,000 جنيه ولا 1,500,000 مش فاكر، وهيقعد 6 ماتشات مش هيلعب. خصمت منه 1,500,000، 1,000,000، 2,000,000. وجعته، قرصته، الجوع قرصه، مش هيفرق معاه. الراجل بقى بيزنس مان بره. فال 1,000,000 جنيه اللي انت خصمتهم ممكن يعملهم في يومين مثلا او في يوم عادي فعلا. زمان كانت الفلوس بتوجع لعيب الكوره، عشان لعيب الكوره ما كانش بياخد المبالغ اللي هي. الله يمسيه بالخير ابو تريكه كان بياخد 900,000 جنيه في ظل ما كانت الناس بتاخد 4 و5 مليون جنيه في السنه كلها 4-5 مليون جنيه. كان ابو تريكه مصمم ياخد 900,000 جنيه وبيلعب احسن من اللي بياخد 100 مليون دلوقتي. وقلت لك الناس خدت وحدات واجرتها لبنوك وحق انتفاع، يعني الناس ما شاء الله اللهم بارك في رزقهم. الواحد مش بيبص في رزق حد لان ربنا مقسم الارزاق، بس الناس دي مش هتموت من الجوع. فانت لما تخصم منه 1,000,000 و2 و3 و4 و5 مش هيموت من الجوع، عشان انت شبعته من قبل ما يديك. انت اديته فلوس من قبل ما يديك مجهود. انت عملت زي اللي بيبيع وحدة سكنية. يا فندم احنا هنبني ارض هنبني عماير في الارض الفاضية الصحراء دي، وحضرتك في البرج مش عارف ايه هتاخد الشقة رقم كذا. طب ادفع مقدم. طب انا ممكن انصب عليك وما ابنيش حاجة وامشي، واللي يعرف ابويا يروح يقول له. مشكلة بقى ان انت عارف ابوه ومش عارف تروح تقول له. كابتن كابتن احمد سيد زيزو اخر لاعب هتكلم عنه في الحلقه ديت او في الفيديو دوت، يعني عشان انا حاسس ان انا طولت على الناس جدا جدا جدا. بس هي فضفضه من القلب والله، يعني علشان كده ممكن الواحد يكون مطول قوي يعني. كابتن زيزو انا متعاطف معاك جدا، وعارف ان المشكله مش عندك، المشكله اكبر من ان هي تكون عند حضرتك يعني. لان انت بالفعل لما رحت المنتخب، انا جاي لك بقى في الكلام، لما رحت المنتخب
اديت كويس جدا في ماتش السعوديه وجبت جول عالمي، كنت عامل اداء روعه. فانا عارف ان انت مش مرتاح في النادي الاهلي بسبب التيشيرتات الضيقه، بسبب ان هم مش متعاقدين تقريبا مع ابراهيم الصغير حلق لكم في نادي الزمالك، او كان نادي الزمالك متعاقد معاه للحلاق. لانه واضح في كل ماتش حضرتك في حاجه مضايقاك في الملعب. التيشيرت ضيق، كل شويه بتشد كده بتعمل كده، مخنوق، مش واخد حريتي جوه التيشيرت. لما رحت المنتخب كنت مبسوط. طب لو انت هنا بيدوك لارج وانت بتلبس اكس لارج، قول لهم، قول لعم حارس، قول لكابتن وليد، قول له مش مرتاح مع الحلاق اللي انتوا بتجيبوه لي. واحنا اصلا ما بنجيبش حلاقين لحد يعني ايه طيب؟ يعني ايه طيب؟ طب انا عندي ديل كويس والله. كابتن احمد سيد زيزو، مع احترامي الكامل ليك، انت ايا كان المبلغ اللي بتاخده، انا النهارده دلوقتي حالا بوجه رساله لكابتن محمود الخطيب. الراجل ده بياخد يعني متوسط مثلا 8 منه في الشهر. حلو، في الشهر مش في السنه. انا راجل مكسرتش 30 سنه. حلو، نعمل ديل مع بعض. تيجي يا كابتن محمود اخد منك 100,000 جنيه في الشهر، مش 8 منه. انا هاخد 100,000 جنيه في الشهر، تعمل لي فترة اعداد وتأيدني وتتفرج عليا. وهقول لك على حاجة، والديل ده انا مستعد امضي وابصم عليه. اديني 100,000 جنيه في الشهر، وشوف احنا بنلعب كام ماتش في الشهر. يعني لو بنلعب ماتشين في الاسبوع يعني 8 ماتشات في الشهر. الماتش الوحيد اللي اثر معاك فيه ادائي يبقى مش حلو، ما يعجبكش، ما تتكيفش مني، اديني في الشهر ده كله الحد الادنى للاجور. ما تدينيش ال100,000، اديني الحد الادنى للاجور. عداني العيب، ايدني واعمل لي فتره اعداد. انا راجل حاليا مش بلعب، بقالي كتير ما لعبتش كوره. عدني واديني 100,000 جنيه بس في الشهر، وشوف هوفر لك قد ايه وهديك اداء عامل ازاي. وما تقبضنيش اول شهر ولا مقدم العقد ولا الهيصه دي كلها الا لما تشوف بعد الاعداد انا هبقى عامل ازاي. وعندي صحاب كتير الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وعندي برو صاحبي كل الناس دي هتنزل لي ستوريات وهاخدها. بعرف اعمل كل حاجه، وبعمل استشوار. انا شعري احلى من كده بكتير، وممكن احلق دقني عادي واقعد اعمل كده. يا كابتن عادي، يا كابتن عادي. بعرف ادخل التيشيرت جوه البنطلون وجوه الشورت، بعرف ادخل ده جوه ده، بعرف اعمل كل ده. ايه رايك؟ هرجع رجوع سريع لكابتن امام عاشور. بس ماتش بيراميدز نزل في الدقيقه تقريبا حاجه و70، عمال بيدينا رياكشنات ان هو مش عاجبه او ان هو نازل. هيشغلوني النهارده، انا مش جاي معايا سكه اشتغل. امشي، خد زيزو وامشي، يلا يعني. ما تعوجش وشك علينا، مش احنا خالص يا حبيبي اللي بنتعامل بالطريقه دي. وبالنسبه لكابتن احمد سيد زيزو، مش احنا خالص اللي بيضحك علينا بالاونطه بتاعت زيزو يتلقى عروض من مش عارف منين، لكنه متمسك بالبقاء مع النادي الاهلي لاداء احسن. لا 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 لا. اذا كنت بتبلع الناس دي الاونطه، فاحنا ما بنبلعهاش. احنا ما عنديش اقول ياه ده ضحى بفلوس
السعودية عشان يقعد معايا. طب زيزو 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 زيزو. ما عنديش مش الاوبشن ده، مش عندي، ما عنديش، ما بعملش كده. تضحك عليا انا بكلمتين؟ ومصدر مقرب من زيزو اللي ادلى بهذا التصريح عندي يا كابتن محمود، صحابي يقدروا يقولوا كل التصريحات دي ويقولوا ان انا جاي لي عرض من قاسم باشا عشان نسخن الدنيا ونولع الريتش كده. بس انا هنا خلصت كلامي، واتمنى تحرك سريع حتى لو بعد ماتش الزمالك على طول. لو احنا خلاص النهارده، انا بتكلم في ان النهارده الاربع زي ما قلت لكم انا بصور. الساعة كمان دخلت في بعد 5، انا بدأت تصوير 5 تقريبا. ف اتمنى التحرك السريع، اتمنى الموسم الجديد للنادي الاهلي ما يكونش نفس الوجع القلب ده. نتمنى مدرب كويس، مجلس اداره كويس، اتمنى قرارات صارمه، لعيبه بتلعب بروح، ما نمشيش لعيبه تاني رجاله علشان نجيب شويه لعيبه بفلوس اكتر، شو وصفقات كيديه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.